ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. جايه النهارده اعمل لكم ريفيو حلو جدا. المنتج ده اول ما استعملته بجد انا انبهرت وقلت لازم اطلع لكم فيديو. المجموعه الجديده بتاعت وانت ديت نازل منها جل للوجه بجد. انا مستعملاه قبل ما انزل، حسيت ان بشرتي بقت راجعه زي البيبي، النعومه، وحاسه ان بشرتي بتتنفس. هو في حد كان استعمله وقال لي جربيه ده حلو قوي عشان انا بشرتي جافه واحنا في شتاء والجفاف بيزيد والموضوع بيبقى مضايقني اكتر في الشتاء اكتر من الصيف. فانا دايما حاسه ان بشرتي مشدوده جافه جدا، حاسه ان عايزه ارطبها. كمان خدوا بالكم ان الترطيب بيضيع اي خطوط، يعني حتى لو انت مش مستعمله حاجه للتجاعيد بس انت مرطبه بشرتك فانت استعملتي حاجه تضيع الخطوط. دوت مكتوب عليه ان هو جل للوجه، فانا كنتش فاهمه يعني هو جل للوجه بيعمل ايه او كده، بس حد نصحني بيه. بص هو عامل زي الكريم بالظبط كده، حلو جدا. انا هستعمله تاني لان انا حبيته جدا، وعايزه اقول لكم ان انا بحطه على ايدي كمان بيروح في ثانيه. ريحته حلوه جدا، ملمس حرير، ملمس حرير. بامانه انا مش بتكلم عمري على منتج وهو مش حلو او مش عملش معايا نتيجه، لازم اكون جربته وانبهرت بيه بجد. حاجه جميله ولازم تستعملوها. ونازل منه حاجه تانية كمان، هو ده جل التاني لوشن للبشره اللي هي بتبقى مثلا ممكن يكون دهنيه شويه او مختلطه او حساسه، اخف من ده. نازله الشهر ده حلو قوي قوي بجد، انا بنصحكم بيه. المنتجات كلها حلوه. الماسك الليلي بتاعه هايل، لو ما جربتيش الماسك الليلي انت بجد فاتك نص عمرك. تحطيه قبل ما تنامي، هو بيلزق شويه بس تحطيه وتنامي، بصي على جمال بشرتك اول ما تصحي. المجموعه كلها هايله، انا جربت دول منهم اللي انا جربتهم. والغسول انا مش عارفه اقول ايه على ايه ولا ايه، بس الغسول هو كريم، تحطي كريم على وشك وتسيبيه شويه، بعد كده تعملي بالميه، مش بيرغي بس بينزلك، تحس ان الخلايا كلها بتنزل وانت بتستعمليه. وبعد ما بتخلصي بتلاقي بشرتك بالشكل ده، نعومه، مفيش اي حاجه. انصحكم بالمجموعه دي، حلوه قوي قوي قوي، وجربوها وقولوا لي في كومنتات رايكم.